السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. الأهلي يرفض استغلال هدية الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون العرب، ويتعادل هو الآخر أمام سموحة بدون أهداف، ويستمر الأهلي في صدارة ترتيب جدول الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك. غضب جماهيري كبير وانتقادات لجميع لاعبي الأهلي بسبب الأداء الباهت والمستوى السيء الذي ظهر به الفريق أمام سموحة. الأهلي يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا بسبب ضيق الوقت بين المباريات. محمود متولي وكريم فؤاد مهددين بالغياب عن مباراة بيراميدز في حالة حصولهم على إنذار في مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة بسبب تراكم البطاقات. إشادة كبيرة من الجميع باللاعب الشاب رأفت خليل والروح التي ظهر بها في الدقائق القليلة التي شارك فيها أمام سموحة. إشادة جماهير الأهلي بحسين الشحات والمطالبة بمشاركته بشكل أساسي خلال المباريات القادمة بعد تقديمه أداء جيد وإحداثه للفارق خلال المباريات السابقة التي شارك فيها كبديل. مارسيل كولر بعد التعادل أمام سموحة: بقالي 17 سنة محترف و20 سنة كمدرب، ما شفتش ماتش زي ده في حياتي. كنا بنلعب فرقة بتلعب في التلت الأخير من الملعب، عمري ما شفت في حياتي كل كورة يشوطها لاعب بره ويقع 5 دقايق. بقالي 40 سنة في الكورة وما شفتش اللي بيحصل النهاردة من لعيبة سموحة، دي مش أخلاق رياضية. وشفنا في كأس العالم الريتم كان سريع وكانوا بيحسبوا وقت بدل ضايع كتير، الشوط الأول دقيقتين والشوط التاني 5 دقايق فقط. يجب أن يتم منع ما حدث لتحسين جودة الكرة المصرية بعيدا عن نتيجة لقاء الأهلي وسموحة. بدأنا المباراة بشكل سيء، ولكن الشوط الثاني بدأنا نضغط ولم نخلق فرص كثيرة، وفي مباريات مثل هذه المواجهات كان من الممكن أن نسجل هدف واحد في الزحمة، ولم تتاح لنا فرص كثيرة وبالتالي لم نفز وانتهت المباراة بالتعادل. ونتدرب فرديا وجماعيا بشكل يومي، ولكن المشكلة أننا نلعب كل 48 ساعة ولا يوجد مساحة كافية للتدريبات بشكل فردي. نعمل على إصلاح الأخطاء وأتحدث مع اللاعبين بشكل يومي ونحاول علاج بعض الأمور، ولكن يجب أن ينفذ اللاعبين تعليماتي لأن عليهم الدور الأكبر. أحيانا نتحدث مع اللاعبين بين الشوطين، خصوصا عندما يكون الفريق غير جيد، ونعطي اللاعبين فرصة لتنفيذ التعليمات. وتحسنا في الشوط الثاني بشكل ملحوظ، واليوم لم نقدم الأداء الجيد. حالة بعض اللاعبين كانت سيئة وخصوصا في نقطة التمرير الخاطئ. ولدي رسالة إلى جماهير النادي الأهلي: الجمهور يقل في المدرجات من مباراة إلى أخرى، ونحن نعرف أنه هو القوة الضاربة للأهلي. رسالتي إلى الجمهور: نحن نحتاج إليكم في ظل وجود الجماهير بأعداد كبيرة في مباريات المنافسين. طارق العشري مدرب سموحة: درسنا فريق الأهلي جيدا تكتيكيا ولعبنا أمامه بامتياز، وراضي عن تحقيق التعادل رغم أننا كنا نطمح للفوز. الأهلي يعتمد على اللعب المفتوح في ملعبه ويهاجم بكل خطوطه، ولو هناك تركيز كان من الممكن أن نخطف هدف، ولكن نقطة مرضية بالنسبة لنا، وحصد نقطة أمام الأهلي بمثابة الفوز. المحلل التحكيمي ناصر عباس على قناة الأهلي: بهدي اللقطة دي للجنة الحكام. الحارس الهاني سليمان محتفظ بالكرة في إيده لمدة 16 ثانية، والقانون 6 ثواني فقط، وما بتحصلش في أي دوري في العالم. سموحة يتوصل لاتفاق مع الأهلي على استعارة زياد طارق لمدة موسم ونصف، مع وضع بند يمنحه أحقية شراء اللاعب نهائيا. اللاعب كان قريبا من الاتحاد السكندري، لكن محمد مصلحي يبدو عليه أنه تراجع عن الصفقة. خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة: تلقيت عرضا من الأهلي والزمالك والمفاوضات مع نادي سموحة، وفرج عامر فتح الباب أمام أي نادي بشرط أن يكون العرض جيد وأي لاعب يريد الانتقال إلى القطبين. إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي: محمود كهربا يجهز مفاجأة للزمالك خلال الساعات المقبلة بشأن العقوبة المفروضة عليه من جانب المحكمة الرياضية، بعد مطالبة الإدارة بالتعاقد مع 4 صفقات في يناير المقبل قبل إصابة أكرم توفيق. مارسيل كولر المدير الفني يطالب الإدارة بضم 5 لاعبين لأن الأهلي بحاجة للتعاقد مع ظهير أيمن، ويفضل تواجد كريم فؤاد في مركز وسط الملعب أو الجناح. وكيل أعمال باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي قام بعرضه مجددا على مسؤول الأهلي وبيراميدز لضمه في يناير. أنباء عن فتح باب التفاوض مجددا لضم اللاعب أحمد القندوسي خط وسط وفاق سطيف، واللاعب الآن هو هداف الدوري الجزائري بتسجيله 8 أهداف في 11 مباراة شارك فيهم، من ضمنهم هدف وحيد من ضربة جزاء.
الشيخ طه اسماعيل: مباراة الأهلي أمام سموحة الأسوأ للفريق منذ فترة طويلة، ومارسيل كولر أدار اللقاء بشكل سيء جدا. جوسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك أخبر إدارة الزمالك بحاجته لضم 3 لاعبين في مركز صانع الألعاب ومهاجم وقلب دفاع. رسميا طلعت يوسف مديرا فنيا لنادي إنبي لمدة موسمين. أحمد شوبير: محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك ندمان بشدة على خطوة العودة إلى صفوف القلعة البيضاء، وكان يحصل على فرصته الكاملة مع فاركو ويتواجد مع منتخب مصر، ولكن تأثرت حالته الفنية بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات. المحلل التحكيمي أحمد الشناوي: النسخة اللي الفار في مصر بيستخدمها دلوقتي جيل أول، في تحديث اتعمل 3 مرات ولسه ما عملناهوش في مصر لحد دلوقتي. محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق: مصطفى شوبير حارس موهوب جدا وسيتفوق على والده لو حصل على فرصة مع الأهلي، شاهدته كثيرا في مباريات الناشئين، ولم يأتي لاعبا في مصر حتى الآن مثل محمود الخطيب الذي كان يتمتع بمهارة عالية في كرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يتفاوض حاليا مع الشبكات التلفزيونية لبيع حقوق بث كأس العالم للأندية. التلفزيون المغربي سيقوم بنقل البطولة أرضيا لأنه سيكون جهة الإنتاج للبطولة، والفيفا سيبيع البطولة فضائيا وأرضيا وعبر منصات إلكترونية. الفيفا يريد بيع البطولة لعدد من القنوات، وحتى الآن لم تعلن أي قناة عربية شراء الحقوق بصفة رسمية. رسميا دول الكاميرون والسنغال وكوتيفوار وموريتانيا وغينيا ومالي وأفريقيا الوسطى والكونغو يعلنون دعمهم لملف تنظيم المغرب لكأس أفريقيا 2025. الاتحاد الدولي فيفا يعلن أن كأس العالم قطر 2022 كانت خالية من كل تلاعب بالمباريات حسب نتائج التحقيقات التي قامت بها هيئة الحفاظ على النزاهة. رسميا إيقاف لواندوسكي 3 مباريات بسبب هذه الحركة، ليغيب عن مباريات اسبانيول وأتلتيكو مدريد وختافي في الدوري الأسباني. الاتحاد الدولي فيفا يكشف عن أفضل 7 حراس مرمى على الصعيد العالمي الذين سيتنافسون على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وهم المغربي ياسين بونو والبرازيلي أليسون بيكر والبلجيكي تيبو كورتوا والكرواتي دومونيك ليفاكوفيتش والفرنسي مايك ماينان والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والألماني مانويل نوير. وسيقام حفل ومراسم تسليم الجوائز في 27 فبراير 2023 تقديرا للإنجازات للفترة من 8 أغسطس 2021 إلى 18 ديسمبر 2022. انتهت أخبارنا. اكتب لنا في التعليقات من وجهة نظرك إيه هي أفضل الصفقات اللي ممكن تساعد النادي الأهلي في تصحيح مساره من داخل الدوري المصري. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.